النهارده كنا جايين محافظه كفر الشيخ عشان نحضر جلسه في القضيه اللي رفعها مفتي الجمهوريه دكتور علي جمعه ضد الشيخ ابو اسحاق الحويني، لكن بسبب اضراب القضاه ما دخلناش مبنى المحكمه وحضرنا الوقفه الاحتجاجيه اللي نظمها انصار الشيخ. وكان دكتور علي جمعه مفتي الجمهوريه قد اقام دعوى قضائيه ضد الشيخ ابو اسحاق الحويني متهما اياه بسبه وقصفه على احدى القنوات الفضائيه. اضراب القضاه والتاجيل النهارده ما فرقش معاكم في الوقفه الاحتجاجيه؟ ما كانش هو المانع، لان خلاص كان وقت الوقفه نفسه اتحدد، ما كانش فيه مجال لالغائها. يعني القضيه اللي على هامش الوقفه ولا الوقفه اللي على هامش القضيه؟ الاثنين على هامش بعض، ولكن القضيه الاساسيه انه يجب على الثوره والطليعه الثوريه تدرك ان الدكتور علي جمعه ايام الثوره كان يتكلم على الثوار بدرجه من الاستحقار والاستهزاء، ويقول عنهم انهم يهرفون بما لا يعرفون. هل ده وقت وقفه احتجاجيه وشد وجذب بين السلفيين والصوفيين والبلد ظروفها صعبه وداخله على انتخابات؟ هو طبعا هي مش شد وجذب ولا في مشكله كبيره ولا حاجه، دي وقفه سلميه طبيعيه جدا. الناس بيحاولوا يعبروا عن رايهم. هل الموضوع النهارده مجرد صراع بين السلفيين والصوفيين اتخذ شكل الهجوم على المفتي الجمهوريه؟ لا، في الحقيقه التوصيف الادق والاحق هو صراع ما بين الثوره وفلول النظام السابق. الدكتور علي جمعه بقاله 8 سنين في دار الافتاء كمفتي للجمهوريه، واحد اهم رموز النظام السابق، ولا فرق ما بين الدكتور علي جمعه وصفوت الشريف وزكريا عزمي وعمر سليمان، الا ان ده كان في الاعلام وده كان في المخابرات وده كان في دار الافتاء. البعض بيعتبر ان ده ممكن يكون نوع من استعراض العضلات للحركه السلفيه. اطلاقا، ليس المقصود استعراض العضلات، وليست الدعوه السلفيه من تسعى الى مثل هذه الوقفات. الموضوع كان يستاهل الحشد ده كله؟ طبعا القضايا ساعات بتتحول الى رمزيه، يعني الرمز مهم جدا، رمز ان هو واحد لا هم له، تارك كل الهجوم على الاسلام، كل التشكيك في الشريعه، كل المهاجمات العلمانيين والليبراليين لاصول الاسلام، وذهب لكي يرفع قضيه على شخص كل حياته قائمة على الحفاظ على أركان هذا الدين. الوقفة فيها هجوم شديد قوي على المفتي، والمفروض ان يبقى فيه احترام، حتى لو مش احترام لشخصه، احترام لمنصبه. طبعا ده منصب المفتي ومنصب الازهر ده لازم يحترم من جميع الشعب المصري، وده القدح اللي موجود دلوقتي او اللي حضرتك بتقول عليه الهجوم هو هجوم على كلام المفتي وتصرفات المفتي، مش هجوم على الازهر، لان احنا لن نقبل ان حد يهجم على الازهر او يهجم على منصب الافتاء. لو حبينا نقدم الشيخ الحويني لبعض الشباب الصغير اللي ما يعرفش سيرته نقول لهم عنه ايه بايجاز شديد؟ الشيخ ابو اسحاق الحويني احد ابرز علماء الحديث في العصر الحالي، تتلمذ على الشيخ الألباني والشيخ المطيعي والشيخ ابن القعود والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. يدرس الحديث من منتصف أو من أوائل السبعينيات، من أكثر من 40 سنة وهو عالم من علماء الحديث يذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كنت يوما تحلم. سمعنا كلام بعض السلفيين وجزء من وجهات نظرهم، وخرجنا بملحوظة مهمة ان على كل الفئات الدينية في مصر، سواء كانوا اخوان او سلفيين او صوفيين او حتى مسيحيين، ان هم يدركوا ان احنا عايشين في بلد واحدة، وان احنا في مركب واحدة، ولو المركب دي لا قدر الله غرقت هتغرق بالكل، بس ان شاء الله عمر مركب مصر ما هتغرق. وليد رشاد، القاهرة اليوم. شكرا وليد. وانا عايز اقول لكم يعني دي محكمة، دي قضية. هل كنتوا تعتقدوا طبعا القضاة اتمنعوا من المحامين بسبب الاضراب والمشاكل اللي بين القضاة والمحامين، بس هل تعتقدوا لو كان القضاة دخلوا في وسط هذا التجمع كانوا هيحكموا بايه؟ لا القاضي مين ده يحكم ازاي؟ هيعمل ايه؟ يعني ازاي يعني؟ وايه المطلوب؟ المطلوب بالظبط يعني ما ينفعش يحكم ازاي؟ يحكم ده الناس واقفه له بره، يحكم ازاي؟ افرضوا قانونا ان الشيخ الحويني مدان، انا ما بتكلمش بقى ان هو مدان ولا لا، انا بتكلم افرضوا قانونا في قاضي هيقدر يخش في وسط التجمع اللي معمول ده علشان يحكم او حتى يناقش. هو حد يستجري يكلمهم؟ مين؟ الناس اللي واقفه بره دي؟ قال طب ما انا برضه وانت بقى، طب ما كل واحد فينا يلم مجموعه. لا حضر نفسه. لا دول مش اي مجموعه. لا دول مش اي، انا اسف. انا عارف طبعا. ولا حد يقرب لهم ولا حد يكلمهم. من دمياط ومن هنا ومن هنا ولا حد، ولا لا مجلس عسكري ولا وزاره داخليه ولا اي حد يقدر يقرب لهم، ولا اي حد، ولا حد يقدر لهم تلت التلاته كام. هم ما منعوش القضاه، بس هم راحوا وقفوا قدام المحكمه. لا منعوا القضاه ايه؟ خلاص مفيش محكمه خلاص. اللي منع القضاه المحامين.